لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية الصحيحة تحقق لدينا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق الأول من شهر إبريل لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1400. يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 من الهجرة. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الكرام. يحضر هذا الحفل الكريم عدد من السادة الفضلاء العلماء الأجلاء، وعلى رأسهم أيضا خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية الأستاذ. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. الزبادي بحب دايما اعمله في البيت، مش بحب اشتريه من برا. فكنت الاول مخترعه كده حاجه في البيت زي كرتونه وفيها لمبه وحاجات كده غريبه، فقلت لا، عايزه بقى ايه اجيب المكنه دي. سمعت عنها كتير وشفت كذا فيديو على اليوتيوب، وشفت اكتر من حد جربها وشكر فيها، فحبيت ان انا كمان اجربها، وحبيت تجربتي ان انا اصورها معاكم واقول لكم رايي فيها بامانه. طبعا الزبادي في البيت سيبك بقى ان هو هيكون احلى بكتير وكده، لا بجد بيكون انضف مليون مرة. على الاقل لبن طبيعي وحاجتك انتي غسلاها ومتأكدة من كل حاجة فيها انها نظيفة. ودي طبعا اهم حاجة، انك تاكلي حاجة تكوني ضمنها. دلوقتي انا بستكشف الجهاز، يعني مكنتش عارفة ان اللي تحت ده في كرتون كده من تحت كمان. هبتدي اشيل كل حاجة فيها وهبتدي انضف الجهاز نفسه بأي منديل من عندك او اي حاجة قماشة مثلا تكون فيها نسبة مية بسيطة جدا، وطبعا ما تكونيش حاطاه في الكهرباء. وبالنسبة للأكواب غسلتها طبعا بالمية والصابون، لازم تغسليها كويس. ده لبن عندي، بسم الله ما شاء الله. انا بحب اجيب اللبن يعني حوالي 4-5 كيلو كده، واروح اغليهم في حلة ستانلس كبيرة وبخليهم في التلاجة. بطلع اعمل منهم عصاير، اعمل منهم زبادي. يعني طبعا مش بيقعد في التلاجة كتير، هما يومين 3 اخرهم يعني. والقشطة بتاعته اللي بتكون من فوق دي بحب اخدها اعمل بيها زبدة او اكلها كده كقشطة عادي. ممكن برضو تخليها في الزبادي، مفيش اي مشكلة. اخدت حوالي لتر حليب وحطيتهم حوالي دقيقة بس او دقيقتين بالظبط على النار، بحيث اللي هو يكون دافي. يعني ايدك لو حطيتيها فيه تكون مستحملاه، هيكون زي دمعة العين كده، بسيط خالص، مفهوش اي سخونة نهائي. وهبتدي ان انا احط عليه الزبادي. المكنة فيها 8 اكواب بياخدوا حوالي لتر حليب او لتر لبن، ومعاكي علبة زبادي تكون زبادي طبيعية، وحاولي تجيبيها تكون حلوة بحيث ان الزبادي نفسه اللي هتعمليه هيكون حلو ان شاء الله. على اللتر حليب حطيت علبة الزبادي. هي العلبة صغيرة مش كبيرة، فعشان كده حطيتها كلها. قبل ما احط الزبادي على اللبن هحب ان انا الاول اضربه كويس. ممكن تحطي عليه معلقتين لبن بس كده وتضربيه، بحيث ان الزبادي ما يكونش فيه تكتلات، بحيث لما ينزل في اللبن ان شاء الله يكونوا متجانسين مع بعض، مفيش فيهم تكتلات او اي حاجة، وباذن الله يديكي افضل نتيجة. كده تمام، انا ضربتهم. هضيف عليهم بقى الكمية وانزل بيهم كلهم على اللبن. هقلب اللبن كويس. بعد كده هبتدي ان انا اصب الاكواب. طبعا تكوني غسلتيهم كويس جدا قبل ما تستخدموا، عشان دي هتكون اول مرة طبعا تستخدمي فيها الاكواب.
هحاول املي الكوبايه، بس هسيب شويه كده من فوق، مش همليها للاخر. همليهم كلهم بنفس الطريقه، وهبتدي ان انا ارص على طول في المكنه. حاولي تمليهم بعيد عن المكنه نفسها، بحيث ان لو قدر الله وقعت منك حاجه او اتكب منك حاجه ما يجيش على المكنه. لو هتلاحظوا فوق في المكنه نفسها في زي فتحتين كده، فعشان ما يوصلش بس اللبن لمكان السخان نفسه. زي ما انا بعمل كده بعيد خالص عن المكنه تملي، وبعد كده تروحي تحطي الكوبايات. عايزه اقول لكم ما شاء الله طلع طعمه جميل جدا. يعني انا بكلمكم حاليا بعد ما استخدمته كمان، ما شاء الله طلع جميل جدا. عجب الاولاد ما شاء الله، كان طالع متماسك وعامل طبقه قشطه وكان حلو. بعد ما تملي الاكواب كلها وتحطيها، بيكون في تحت كده في الجهاز تايمر. التايمر ده عشان يحددلك بالظبط انتي حطيتيه الساعه كام. هو بيكون زي مؤشر كده في من 1 لحد 12، عشان تحددي مثلا لو حاطاه الساعه 3، لو حاطاه الساعه 4، على حسب ما انتي حاطاه الساعه كام وتحطيه. وبعدها تعدي 4 ساعات او 3 ساعات بالظبط ان شاء الله، وبتطفي عليه، بيكون باذن الله اتعمل. حابه تسيبيه اكتر عادي مفيش مشكله. ولما بيطلع ان شاء الله بتحطيه في قلب التلاجة. بس اهم حاجه طول ما هو في الجهاز حاولي ما تفتحيش عليه خالص. انا برتبهم كده، بحاول اخليهم مش قريبين من بعض، وهبتدي ان انا اغطيهم واسيبهم مع نفسهم. احلى حاجه في الجهاز ده من مميزاته كمان، ان لا قدر الله لو كوبايه من الكوبايات اتكسرت، تقدري تحطي اي كوبايه عندك في المطبخ، ما فيش يعني مقاس محدد للكوبايات. وده المؤشر اللي قلت لحضراتكم عليه، تظبطي على حسب الساعه اللي انت هتحطيه، وتسيبيه بعدها مثلا. شوفي هتسيبيه 3 ساعات او 4 ساعات، هتخليه مثلا لحد 9 او لحد 10 وبس. تطفي الجهاز وتسيبيه مثلا دقيقتين 3 في قلب الجهاز، وبعد كده تبتدي انك تحطيه في قلب التلاجة. هو مش بيكون سخن، فسهل جدا انك تحطيه في التلاجة، يا دوب بيكون دافي بس مش اكتر. كده خلاص انا هبتدي اقلب البتاع اللي من فوق دي وارص فيها الاكواب واحطهم في التلاجة. وكده بعد ما طلعتهم من التلاجة وتماسكوا ما شاء الله تماما، هبتدي ان انا اغطيهم بالاكواب بتاعتهم وارجعهم تاني في التلاجة. وعجبني اوي فكرة ان كل كوب معاه غطا. دلوقتي بقى هنبتدي نسمي وندوق. هدوق لابني، وعجبته جدا ما شاء الله، كانت طالعه كريمي كده وطعمها حلو قوي زي بره واحسن كمان. كفايه ان هي نظيفه ما شاء الله، وحاجه انت عاملاها في بيتك وضمناها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكون ان شاء الله قدمت لكم حاجه مفيده. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. اتمنى انكم تجربوا الزبادي وتقولي رايكم في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.